اعتقد كلنا شفنا الفتره اللي فاتت الفيديو بتاع السان سيباستيان تشيز كيك، منظر صوص الشوكولاته وهو بيتصب عليها كده. كيكه سان سيباستيان او التشيز كيك بتاعت سان سيباستيان بالتحديد اصلها اسباني، بس المطعم اللي اتشهر بيها مؤخرا اللي اضاف عليها حركه الصوص بتاع الشوكليت والصوصات المختلفه اللي بتصب على الوش كان في تركيا. النسخه التركيه حطوا عليها صوصات فيها شوكليت واضافات تانية. بالرغم من اني كنت حاسه ان الكيكه دي اصلا في حد ذاتها طعمها حلو جدا لوحدها، بس حبيت اجربها مع الصوص بتاع الشوكليت. والنهارده اوريكم ازاي تعملوها زي الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها في التايم لاين في كل مكان. تعالي الاول نبدا بطريقه التشيز كيك نفسها. المره دي انا هعمل صينيه كبيره هتعمل حجم كميه كتير، حاجه عائليه كده. لو عايزين تقسموا المقادير بالنص وتعملوها في صينيه اصغر ممكن برضو. هجهز الصينيه بتاعه التشيز كيك، هحط فيها ورقتين من البارشمنت وبخليهم بشكل عشوائي كده، ما بقصهمش والزقهم قوي علشان تطلع الشكل التقليدي بتاعها. الجناب فيها علامات كده وكمان يفضل الورق واقف لفوق عشان هي بتتنفخ وهي في الفرن، فالورق ده يعمل لها سبورت كده وما تطلعش لبره. نيجي بقى للمكونات نفسها، ومهم ان كل المكونات تطلعوها من قبلها بشويه وتسيبوها لتوصل لحراره الغرفه، سواء كان الجبنه الكريمي اللي هنستخدمها او البيض او الزبادي كله. هحتاج من الجبنه الكريمي 750 جرام، وهحتاج 5 بيضات برضو بحراره الغرفه. هحتاج 3 معالق كبار ممسوحين من النشا، دول هيساعدوا انها تتماسك شويه. هحتاج كمان نص كوبايه من الزبادي الجريك يوجرت او الزبادي اليوناني اللي هو بيكون اتقل شويه او متصفي. استخدمت كوبايه من السكر، وكوبايه من السكر بتطلع حلاوتها معتدله. واخر حاجه كمان كوبايه من كريمه الخف او الكريمه السائله بتاعه الحلويات. وممكن نضيف بقى شويه منكهات، رشه الفانيليا العاديه او بشر ليمون كمان لو حابين. وبس، هي دي كل المكونات. هنبدا اول حاجه بالجبنه الكريمي، بضربها بالمضرب كده لحد ما احس انها اتخفقت واتخلطت مع بعض كويس، وبعدين بضيف باقي المكونات. لما بتكون بحراره الغرفه وسبناها تدفى شويه بيبقى خلطها سهل. هزود عليها السكر ورشه الفانيليا وبشر ليمون. بشر ليمونه واحده كفايه، بتديلها طعم وريحه حلو. هنا زودت بقيه كميه السكر، قسمت الكوبايه على مرتين. وبعدين هزود كمان البيض بالتدريج واحده واحده، يعني كل ما الاولانيه تخلط ازود اللي بعدها. وبس، هي التشيز كيك بتتعمل كلها في طبق واحد، بعملها بالمضرب عشان يبقى خلطها سهل. ممكن كمان تحطوها في الفود بروسيسور في محضره الطعام لو هي كبيره شويه، تخلطوا برضو كل حاجه مع بعض لو ما عندوش مضرب. بعد ما خلصت اضافه كل المكونات بالتدريج، حطيت بقى كل حاجه، الكريمه والبيض وكل المكونات. اخر حاجه هزود ال3 معالق بتوع النشا عشان يخلوها تتماسك مع بعض، وبرده هزودهم بالتدريج. وبس كده، قلبت بقى كل حاجه مع بعض، اتاكدت ان الطبق مخلوط كويس، وكده بقت جاهزه تتصب في الكيكه، تتصب في الصينيه. شايفين القوام بتاعها ناعم ازاي، ما فيهاش تكتلات كتير. المفروض تكون كده، يعني ما تكونش حبيبات الجبنه لسه فيها، تبقى مخلوطه وناعمه وحلوه كده علشان تطلع كريميه وموث كده لما نيجي ناكلها في الاخر. صبيتها في الصينيه وهدخلها في فرن متسخن على درجه حراره 210 مئويه، يعني فرن اسخن شويه من العادي 210. وبحب احطها كمان على الرف، مش اللي في النص، اللي تحت، يعني اللي قبل الاخير. انزل الرف تحت شويه علشان الوش ما يتحرقش زياده عن اللزوم قوي، او يبقى عندي كنترول هو استوى قد ايه. وبتتساب في الفرن حوالي 40 دقيقه، ممكن تاخد اقل شويه 35 دقيقه لو الفرن بتاعكم قوي قوي. بعد 35 دقيقه 40 دقيقه المفروض انها تكون الوش بتاعها اتحمر. حتى لو اغمق من كده شويه مش مشكله، هي المفروض انها بتكون شكلها محروق شويه، وبتكون لسه بتتهز من النص على خفيف. هطلعها بقى وهسيبها تبرد تماما، ممكن تهبط شويه بعد ما تبرد مفيش مشاكل. وبعدين نحطها في التلاجة ساعتين على الاقل، او تسيبوها طول الليل لو انتوا عندكم وقت. وساعه التقديم بقى ممكن تتقدم يا اما بارده يا اما بدرجه حراره الغرفه، يعني تبقى تطلعوها وتسيبوها شويه تبرد من التلاجة علشان لو عايزين القوام بتاعها يبقى ناعم قوي زي اللي بتشوفوه في الفيديوهات الفايرال دي. يعني اعتقد جزء من ان هي سموث قوي في الفيديو انها ما بتكونش بارده قوي، بتكون شويه بدرجه حراره الغرفه، بس ما تاكلوهاش دافيه. انا حبيت طعمها وهي بارده اكتر. ودايما لو عايزين تقطعوا التشيز كيك بطريقه نظيفه وشكلها مرتب، ممكن تعدوا السكينه، تدفوا السكينه يعني شويه، سواء على النار من بعيد كده او تحت ميه سخنه، وتنضفوا السكينه ما بين كل تقطيعه والتانيه عشان تيجي كلين كاتس كده.
اخر حاجه بقى هنعملها، هنعمل زي الجناش او الصوص بتاع الشوكولاته اللي هنحطه عليها. حطيت هنا شويه من الشوكولات شيبس او قطع الشوكولاته، او انتوا تكسروا من بار، وعليها شويه كريمه وقلبتهم مع بعض. ممكن كمان تحطوا حليب وشويه زبده. طريقه جناش الشوكولاته انا وريتها لكم اكتر من مره. ونخلط لحد ما كل حاجه تبقى ناعمه وشكلها قمر كده، ونصبها بقى فوق قطعه التشيز كيك. انا هنا كمان صبتها وهي لسه ما بردتش قوي، فكان قوام الصوص لسه ما تقلش كتير، ممكن تستنوا عليه شويه لحد ما الجناش يبرد شويه وبس وتنطلقوا. على الرغم من اني كنت يعني متردده شويه، او كنت حاسه انه مش عارفه طعم الشوكليت هيمشي مع التشيز كيك ولا لا، لان بحس التشيز كيك بتليق اكتر مع الفواكه، الفراوله، الراسبيريز، الحاجات دي. بس كان طعمهم حلو مع بعض، كانوا لايقين على بعض وكان طعمهم حلو. والكيكه نفسها مش التشيز كيك نفسها مش مسكره قوي. الجناش بتاع الشوكليت كمان عشان مستخدمه دارك شوكليت فكان حلاوته معقوله، بس الاثنين طعمهم كان حلو مع بعض. بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.